الأهلي يفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في قلب استاد القاهرة. نتيجة ما تطمنش قوي، بس في الأول وفي الآخر أنت كسبت. هتكلم معاكم عن الماتش بسرعة كده من قلب الاستاد لما حضرته، وأقول لكم على كام حاجة عايزين نتكلم عليها في الماتش بتاع امبارح وفي نفس الوقت ماتش العودة إن شاء الله. أول حاجة هتكلم سريعا عن تجربتي في الاستاد. عايز أقول لكم إن هي كانت من أحسن التجارب. في حاجات صغيرة بتبقى رخمة زي وانت داخل الاستاد، ده التفتيش رخم شوية. الغريب بالنسبة لي غطا الإزازة اللي بياخدوه، حتى ابني سألني بابا هما ليه بياخدوا الغطا الإزازة مع إنهم بيبيعوا جوه أزايز مقفولة. معرفتش أرد طبعا، حاجة تحس إنها كده من ورا الخيال، محدش فاهمها. يعني هي في سر محدش فاهمه إن ياخد منك غطا الإزازة مع إنك ممكن تشتري إزازة جوه. دي أول حاجة. الدخول كان سهل، أنا مثلا وصلت الاستاد 6 ونص، كنت جوه الملعب من بوابة صلاح سالم لحد قلب الاستاد. الموضوع بوابات كتير والموضوع منظم. الجمهور مرعب جميل، ما بطلش تشجيع، احنا ما بطلناش تشجيع فعلا من قبل الماتش، ولما الماتش قعد انت بتتفرج على الماتش وانت بتشجع. كان الموضوع بصراحه ممتع جدا جدا، حاجه بقالي كتير ما حضرتهاش. كنت بحضر دايما في اولى او مقصوره، لكن لما دخلت في قلب التالتة المره دي كنت فعلا مشتاق للقصه دي، وبصراحه اتبسطت جدا جدا. نيجي بقى لاحداث الماتش. طبعا مش هتكلم فنيا ان في ناس كتير احسن مني وبتتكلم في الموضوع ده. كان المفروض كولر يعمل ايه بعد الجون الثاني؟ كنا عايزين نزود شريف مكان كهربا، نسيب شريف اسمه حسين الشحات علشان كان اخطر واحد في الملعب. كل ده كلام فني في البرامج هيتكلموا عنه، انا مش عايز اتكلم عنه. لكن اللي هتكلم عنه ان لازم اللعيبه تبقى مركزه شويه في الغلطات. واحد زي معلول وعبد المنعم بسبب ان الجون غلطتهم، لازم يبقى في تركيز في ماتشات زي دي. انتوا لعيبه كبيره، بالذات يا علي معلول، فلازم ما يبقاش في رعونه في الاداء، بالذات في اخر 10 دقائق في الماتش، بالذات انه في وسط ملعبك. ماتش مولد مصطفى شوبير من غير اي تجميل للكلام، الراجل عمل ماتش. ودي طبعا تتحسب لجمهور الاهلي اللي من اول ما بدا يسخن لحد اي كوره بتتلعب عليه اذا كانت فاول او كورنر بينادوا عليه يقولوا اوفا او الولا شوبير اهو. ندخل بقى في التفاصيل اللي بعد كده اللي احنا عايزين نتكلم عليها، الاهم اللي جاي. وركزوا معايا في الكلمتين دول بعد اذنكم، كلمتين مهمين قوي لماتش العوده في المغرب. في 3 عناصر في اللعبه هما اللي لازم نركز معاهم: الجمهور، مجلس الاداره، اللعيبه. هبدا بمجلس الاداره، ان هو عليه دور كبير جدا. لازم مجلس اداره الاهلي يبقى اشرس من كده. حافظ على حقوقك، انت مش رايح تلعب ماتش نهائي عادي، انت نفس سيناريو الماتش اللي فات. افتكروا يا مجلس اداره نفسكم، سيبكم من الاهلي. افتكروا المواقف اللي حصلت معاكم، افتكروا منظر خالد مرتجي وسراج وهم بيطردوا مش عايزين يدخلوهم الملعب. افتكروا ان الماتش ده كان المفروض ماتش فيصل بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو المفروض يبقى في ارض محايده ليك نص الملعب، ادوك 3000 تذكره بس. كل المواقف دي تتسجل. الوداد عمل كده مع الترجي قبل كده، وده كان اللي خلاه ان يتعمل له 1000 حساب. انت لازم تبقى رايح عارف ان فوزي لقجع راجل قوي جدا. الحكم بلاك ده، خلي بالكم من حاجه، الراجل ده نفس سيناريو ماتش العرجون 2007. الراجل ده اخر ماتش ليه، فهيبقى عايز يتكرم. نفس اللي حصل، العرجون 2007 كان اخر ماتش ليه، جه على الاهلي. لازم انت كمجلس اداره تامن نفسك كويس جدا جدا في الفتره دي. اي تعرض للعيبه، اي تعرض للاتوبيس، اي تعرض للاوض، اي حاجه مش عاجباك اثبت وبص هدد. احنا مره الاهلي هدد من الحكام، حصل ان لجنه التحكيم اتفضت يعني وشالوها. خليك انت دايما قوي في موقفك. هي الناس مش عامله لنا حساب ان احنا عارفين ان احنا محترمين، الاحترام حلو وجميل وكل حاجه، لكن لازم تبقى عندك شخصيه قويه. هدد، انت الاهلي، انت بطل افريقيا، انت اكتر ما بيعبي بجله. هدد انك مش تلعب السوبر ليج، السوبر الافريقي ده لو ما لعبتوش، دوري السوبر الافريقي، دي خساره كبيره جدا لشركه توتال للاتحاد الافريقي. هدد، خلي عندك انت الايد العليا، الابر هاند، ان انت تدوس على اي حد يعمل لك 1000 حساب. احنا رايحين لموضوع في بره الكوره حاجات كتير جدا، ومش معناها ان احنا رايحين خناقه، معناها ان انت تضمن حقك. ان بالذات زي ما قلت لكم ان الحكم عليه علامه استفهام، الجمهور هيبقى مقفل الملعب. كل ده اخر حاجه، صدقوني اخر حاجه موجوده في الملعب لعيبه الوداد فنيا. اللي بقى عايز يتريق يقول عليا مجنون، انا بقول لكم اقل حاجه عندهم هم هي ان هم قليلين فنيا. فكروا في القصه دي بعد اذنكم مجلس اداره. نيجي بقى للعيبه. ده ماتش حياه وموت. لعبتوا بطوله كويسه جدا جدا جدا، وتستحقوا ان انتوا توصلوا الفاينل. العبوا على انكم انتوا ابطال افريقيا.
يبقى عندكم دفعه. الشناوي هيرجع، ده بوش قوي جدا ليك قبل النهائي ان الشناوي راجع بخبرته. في لعيبه كتير جدا في الاهلي لعبت نهائيات افريقيا وعندها الخبره الافريقيه. انت عندك الشناوي، معلول، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد شريف، قفشه حتى. كل الناس دي عندها خبره افريقيه. ده ماتشكم، ده ماتشكم انتوا اللي لازم تحافظوا عليه. يعني عايزين تحسوا ان الماتش ده ماتشكم انتوا. مفيش يعني احسن. هو مين احسن من حسين الشحات وبيرسي تاو كوينج في بطوله افريقيا؟ لو حد لقى واحد بس يقول لي عليه انا موافق. اقوى وينجين في البطوله عندك انت، احسن حارس عندك، احسن قلب دفاع عندك. مش هبالغ لو قلت احسن نص ملعب. طلع محمد بن رمضان بتاع الترجي كلعيب، لكن كمنظومه اي حد من الاربعه اللي عندك احسن خط نص في افريقيا. لازم يبقى عندك ثقه في نفسك. ما تستسلمش للضغوط، ما تستسلمش للجمهور، ما تستسلمش للحكم. كل دي حاجات بتبقى مساعده، لكن مستواك الفني انت احسن من كل دول وتقدر تسجل بره. وعملناها قبل كده. السنه اللي فاتت الرجاء كسبناه هنا 2-1، جابوا فينا جون في اول تلت ساعه هناك في المغرب. محمد عبد المنعم في الكورنر جاب جون وتعادلنا 1-1 وصعدنا. ثق في نفسك، ثق ان انت لعيب كبير. عوده الشناوي مهمه واللعيبه كلها موجوده. انت ناقصك ايه تاني كاهلي؟ يبقى كده اتكلمنا عن مجلس الاداره واتكلمنا عن الجمهور، عن اللعيبه. نرجع بقى للجمهور واهم نقطه. يا جماعه بلاش الكلام السلبي. هو الموضوع ما خلصش. احنا لو ما دخلش فينا جون نصعد، لو اتعادلنا باي نتيجه نصعد. انت لو جبت جون تصعد، وانت سهل انك تجيب جون. على فكره الناس بس بصلها ان مش سهل. لا، انت سهل انك تجيب جون. انت جبت جون بره في كل الماتشات، شبه كل الماتشات. انت حتى لما خسرت 5 من سان داونز اللي هو الفرقه المرعبه عرفت تجيب جون. الترجي كسبتهم 3. الماتش ما عرفش يجيب فيه جون بره هو الرجاء. القطن كسبناها 4. واي فرقه بتعرف تلعبها تجيب السنه دي جبت فيها جون بره ارضك. ثق في الموضوع ده جدا. ما تخليش الموضوع ان انت كجمهور تحرك الارض لتحت اللعيبه بتاعتك. بلاش تشاؤم. حصلت معانا قبل كده في الصفاقسي، تعادلنا هنا 1-1 وابو تريكه راح خلصنا الماتش 1-0. حصلت في رادس، تعادلنا 1-1 وكسبنا هناك 2. 2013 اورلاندو بايرتس كسبنا في دور المجموعات 3-0. متخيلين؟ كسبنا. وقلنا ده الفريق اللي طالع جديد في افريقيا زي سان داونز دلوقتي بيلعب كوره اوروبيه مرعبه، ازاي هنكسبه لما قابلناه في النهائي. تعادلنا معاه 1-1 بجون ابو تريكه، اعتقد كان فاول، وكسبنا هنا. الجيل اللي طالع من الجمهور مش عارف قيمه الاهلي. احنا بقى المفروض نقول ان احنا شفنا. انا بكلمكم على حاجات انا عاصرتها، ان انا اتعلمت ان انا يا لهوي ده ماتش الصفاقسي ده خلاص 1-1 خلص. ماتش الترجي نفس القصه. اورلاندو بايرتس ده انا قلت خلاص الفرقه دي بقى هي اللي هترعبنا. كسبناها. كانت كسبانه 3، كسبتنا 3 في دور المجموعات. لازم تبقى عارف انت انت مين. انت الاهلي، انت جمهور الاهلي، انت اللي تشجع. بصوا على امبارح لما رجعت بتفرج على الاستوديو، لما رجعت من الاستاد، عزيز اللي هو المحلل المغربي بتاع بين سبورت، بصوا الراجل بيقول ايه، بيلعب ازاي بالكلام. قال لك الحكم اتغاضى عن ضربه جزاء صحيحه للوداد، هي دي اللي اثرت على مستواه. انتوا متخيلوا الناس دي متخيلين الناس دي بتفكر ازاي؟ شايفين الدعم، شايفين الوقفه ورا اللعيبه ورا الفرقه. الراجل وصل بيه انه قال كده. يعني انا في الملعب انا شايف حاجات انا ما اعرفش اتشافت في التلفزيون ولا لا. يعني في حاجات انا شفتها في الملعب مش عايز اقول لكم عليها. حاجات ورا الجون وجنب الجون وفي الملعب، والحكم بيتغاضى عنها، الحكم الليبي. قاعدين احنا بنعيط في الاستاد وشوفوا الناس بتدعم فرقتها ازاي. مش عايزين نخلي اللعيبه تحت ضغط. احنا ابطال افريقيا بالعدد المرات 10 مرات. الوداد يا جماعه والله العظيم فنيا قليل. هو هيلعب انه يجيب فيك جون في الاول، احنا هيفتح، احنا المفروض نلعب بقى. طبعا انا مش عايز اتكلم فنيا كتير، ممكن اتكلم معاكم فنيا للصبح. بس انت عندك حسين الشحات وتاو هو اللي هيكسبوك الماتش اللي هناك. ان غصب عن الوداد لازم هيهاجم، فلازم الدفاع هيتفتح ان شاء الله، يتفتح حاجه بسيطه. ماتشات تاو دي بالذات. ندعم فرقتنا يا جماعه. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، انا عشان شايف بس نبره تشاؤم. طبعا النتيجه مش احسن حاجه، كنا ممكن تبقى 2-0 او 3-0. هي مشكله الجون اللي دخل. بس احنا مش فرقه وحشه. بص على ارقامك طول البطوله، انت مش فرقه قليله، انت الاهلي.
مش ده كلام، ده مش بالكلام. بص هقارن فرديا لعيب بلعيب بين الاهلي والوداد، جماعيا اداء الاهلي والوداد، اعمل مقارنه في اي حاجه، انت تكسب الكفه بتاعتك تبص تنزل عنه 100 مره. كلام مهم جدا كان لازم اقوله. اتكلمنا عن مجلس الاداره ولازم ازاي ياخد حذره وياخد الاجراءات اللي تحميه، انه مش رايح يلعب ماتش عادي، رايح يلعب ضد فوزي الاقجع، والحكم اللي هيعتزل زيه زي العرجون نفس الموقف بالظبط، وعليه علامات استفهامات كتيره جدا، وهو اصلا راجل شمال زي ما بيقولوا. اتكلمنا عن اللعيبه، ثقوا في نفسكم انتوا، لو زي ما هقولها لكم تاني، ما دخلش فيك جون انت هتصعد، جبت جون هتصعد، اتعادلت هتصعد، انت فرصك احسن، احنا احسن من السنه اللي فاتت. فالسنه اللي فاتت في الوداد احنا في النهائي احنا فنيا كنا اوحش، مش عارفين نجيب اجوان، احنا فنيا احسن من السنه اللي فاتت وهم فنيا اسوأ من السنه اللي فاتت. فاللعيبه لازم تثق في نفسها شويه. اخر حاجه زي ما قلت لكم الجمهور، عايزين الاسبوع ده ندعم اللعيبه وندعم كولر، راجل بيغلط زي اي مدرب، لكن محدش ينكر او يختلف انه عمل شكل للفرقه. اتكلمنا عن الثلاث عناصر، يا ريت نمسك نفسنا الفتره دي، والاسبوع ده يبقى اسبوع دعم فقط، مش عايزين اي حاجه تانية، وسيبوا النتيجه على ربنا. يلا صدعتكم شويه وقلت كده دردش معاكم شويه عن احداث الماتش، وان شاء الله نعمل حلقه جديده بعد ما نكسب البطوله ال11 باذن الله. يلا سلام عليكم.